البطولة والشهداء تحية معطرة بدماء الشهداء الزكية. جنين ونابلس تربطهم وحدة دم، لن يستطيع أقزام الأرض كأمثال المدعو خضر عدنان أن يفرقها، فمن تجمعه البطولة والتضحية والشهداء لن تستطيع قوى الشر إبعادها. لقد اتصل ظهر اليوم المدعو خضر عدنان والشهير باختلاق الفتن على مداد أرض فلسطين، فحيث تحل الفتنة، وطلب أنه سيأتي إلى البلدة القديمة في نابلس، حيث تم إبلاغه بأنه محظور عليه المجيء لوجود شبهات لدى أحد الأشخاص المقربين عليه بقيامه بالتورط بعملية اغتيال أقمار نابلس الأبطال، ولكن ولإصراره على زرع الفتن كعادته جاء إلى نابلس عنوة، حيث تم منعه من إكمال زيارته. وهذا لا يعني بأننا نقف في وجه إخوتنا رفاق درب النضال في الجهاد الإسلامي، وإنما حصل نعتبره تصرفا شخصي من قبل المدعو خضر عدنان، وأن لا قرار ولا علم للجهاد الإسلامي بما حصل، ومحاولته زج اسم المناضل والقائد الفتحاوي خالد حلاوة أبو جمال بأنه هو من أطلق عليه النار، ما هي إلا إحدى فصول فتنته الزائفة ضد مناضلينا، والتي لن نسمح بها لمن كان من كائن كان. كما وإننا نؤكد على أن لا أهلا ولا سهلا بك يا خضر عدنان في نابلس مدينة الشهداء. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. المجد والخلود لشهدائنا الأبطال البررة، والشفاء لجرحانا، والحرية لأصل الحرية. عاشت فلسطين وعاش شعبها العظيم، وإنها لثورة حتى تحرير فلسطين والنصر على الخونة والمفتنين والمحتلين والمندسين. إخوتكم حركة فتح في نابلس.